بسم الله، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من كرة الجمهور. عزيزي المشاهد، أنت على موعد مع كواليس وأخبار حصرية من داخل النادي الأهلي فيما يخص مسألة إمام عاشور ومسألة الكابتن محمد رمضان ومسألة الكابتن محمود الخطيب ومصير إمام عاشور في النادي الأهلي. خليني في الأول كده عزيزي المشاهد أقول لك القصة بدأت إزاي. القصة بدأت في لقاء الأهلي واستاد أبيجان بعد عدم مشاركة إمام عاشور في اللقاء ده، اللقاء اللي كان في دوري أبطال أفريقيا في دوري المجموعات، وكان هناك استبعاد لإمام عاشور من التشكيلة الأساسية وما لعبش إمام عاشور اللقاء. خلاص انتهى اللقاء، حصل مشادة ما بين إمام عاشور والجهاز الفني مارسيل كولر. اللعيبة حاولت تداري الموضوع شوية، كان فيه زي نوع من انواع اللي هو اداري على زمايله من احمد نبيل كوكا، والبعض قال ان حسين الشحات، لكن بالعكس حسين الشحات كان موجود في التحليل للمنشطات، ما كانش موجود مع الفرقة، ولكن اللي كان حاضر الحوار احمد نبيل كوكا. لما امام عاشور اتكلم رفع صوته، فامام عاشور او احمد نبيل كوكا حاول يهدي الموضوع، فالكلام وصل لمارسيل كولر غير الكلام اللي حصل. اما اللي حصل ايه؟ اللي حصل انه امام عاشور زق احمد نبيل كوكا، فمحمد الشناوي تدخل في غرفة الملابس بعد ما اللقاء خلص، تدخل في غرفة الملابس وبالحرف ونصا كده قال لامام عاشور اللي بتعمله ده ما ينفعش وغلط، وانت في فريق كبير وانت كبير ما ينفعش تعمل كده. فالرد كان من امام عاشور: مالكش دعوة، انا بقول لحضرتك اللي حصل نصا من داخل غرفة الملابس. بعد اللقاء ما خلص وبعد الغرامة ما توقعت على إمام عاشور، امبارح الصبح كان في اجتماع للكابتن محمد رمضان ولاعيبة النادي الأهلي كاملة في غرفة الملابس قبل التمرين. كان في قرارات صارمة من داخل غرفة الملابس. رقم واحد: أي اعتراض على أي قرار بعد كده هيكون عقوبته الرحيل عن النادي الأهلي رسميا، مفيش عقوبات مالية، هيكون العقوبة الرحيل وعرض اللاعب ده للبيع أو وضعه على قائمة الانتظار. خلاص شطبنا كورة كده. ده الحقيقة أنا شايفه قرار في منتهى الحكمة من الكابتن محمد رمضان. تدخل على مرحلة كبيرة، مرحلة صعبة، فيها دوري أبطال أفريقيا، فيها الدوري، فيها كاس، فيها كاس سوبر، فيها كاس عالم الأندية، فيها بطولة انتركونتيننتال، فيها كاس رابطة، فعندك معجنة حرفيا من البطولات.